السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض الفسيخ. طبعا طريقته سهله وبسيطه، ولما تعملي في البيت بيكون انضف بكتير. انا هنا معايا حوالي 2 كيلو فسيخ، 2 كيلو سمك. طبعا انت لما تيجي تشتري سمك الكبار او سمك اللي هتعمليه فسيخ، بتجيبي السمكية المليانه اللي خياشيمها لونها وردي كده زي ما انتوا شايفين حجم السمكة، بسم الله ما شاء الله. هو الكيلو عامل 4 سمكات. هناخد السمك كده نغسله كويس ونرجع نشوف هنعمل ايه مع بعض. غسلت السمك كويس تحت المية. اهم حاجة تغسليه كويس. معايا مصفى زي ما انتوا شايفين. طبعا انا بوقف كل السمك في المصفى علشان اضمن ان السمك هينزل كل السوائل اللي فيه، الدم والمية. انا عايزة السمكية تكون ناشفة تماما لما اجي اخللها. طبعا ده اهم خطوة علشان الفسيخ ينجح معاكي. واحسن حاجة ان انتي تعمليه في البيت، طبعا بيكون ارخص من بره بكتير. انتوا عارفين الاسعار زادت، فاحسن حاجة ان انتي تعمليه في البيت. هرص كل السمك كده لحد لما ينزل كل السوائل اللي فيه. بحاول اوقفه. اهم حاجة راس السمكية بتكون في المصفى، وتحطي تحت المصفى طبق بقى عشان يصفوا كل السوائل. بعد ما سبت السمك كده حوالي 7 ساعات، انا كنت جايباه كده حوالي الساعة 1 الظهر وبخلله كده بالليل. نشفت السمك كله كويس بمناديل المطبخ زي ما انتوا شايفين. طبعا انا حاطه في كل خياشيم السمكة منديل علشان المنديل بيشرب كل السوائل. المنديل بيشد كل السوائل، المية والدم وكل السوائل الموجودة في السمكية. بخرج كل المناديل. طبعا انا سبت المناديل فترة، كل ما بتسيب المناديل بتشرب، بتسحب معاكي السوائل. خرجت كل المناديل كده من السمك. طبعا السمك ناشف تماما جاهز كده على التخليل. شايفين السمكية ناشفة ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. معايا ملح خشن. طبعا اللي بيخلي طعم الفسيخ حلو وكمان ما بينشفش الملح الخشن، لان الملح الخشن بياخد وقت لما بيدوب، فطبعا الفسيخية بتطلع مظبوطة معاكي. انا ضفت هنا على الملح معلقة شطة، والشطة ده طبعا اختياري، هي الشطة تعتبر مادة حافظة اللي بتحفظ لك السمك او تحفظ الفسيخ. حابة تحطيها براحتك انتي، وكمان ممكن تزودي معلقة كركم. كمان الكركم مادة حافظة بيحفظ السمك. انا زودت شوية ملح. هنبتدي بقى نملأ خياشيم السمك بالملح، بتمليها كويس قوي. بنفتح السمكة كويس قوي كده زي ما انتوا شايفين، وبنملى الخياشيم كويس. بتضغطي بصباعك كده تحاولي تدخلي الملح سنة كده في السمكية. طبعا الحاجة لما بتعمليها بإيديكي
بتكون طعمها حلو، وكمان انت عارفة انت غسلها كويس وحاجة نظيفة، وان شاء الله ربنا يحسن ما بين ايديكم. بنضغط على السمكية كويس كده بالملح، بنحط في بق السمكية كمان ملح. شايفين؟ معايا الكيس اللي حلنا الرز فيه السمك. انا حطيت السمكية كده زي ما انتوا شايفين في الكيس. هبتدي احط عليها كمان ملح. طبعا انا ما فصلتش الفيديو علشان تشوفوا كل الطريقة. بنزل بشوية زيت، طبعا الزيت ده مادة حافظة، بيحفظ كمان مع الملح. يعني يا دوب بتحط حوالي معلقة كده على السمكية. هنبتدي نعمل كمان واحدة. بنملى الخياشيم كويس قوي بالملح. اهم حاجة وانت بتشتري سمك الطبار، لازم السمكية تكون طازة، وتكون عينيها كده بتلمع، وخياشيمها لونها وردي. خلاص ظبطنا السمكية بالملح. هنحطها مع السمكية التانية، بس بتكون خلف خلاف يعني راسها عند دي السمكية التانية، يعني الاتنين بيكونوا عكس بعض. بنزل بشوية زيت كمان، هو يدوب يعني يدوب شوية زيت صغيرين، وبننزل كمان بشوية ملح. طبعا ما تكتريش ملح علشان السمكية ما تنشفش معاكي. هو يدوب كده زي ما انتوا شايفين. هبتدي بقى الف الكيس كويس قوي. اهم حاجة بتخرجي الهواء اللي جوه الكيس. اهم خطوة الهواء يخرج من الكيس. زي ما انتوا شايفين كده بلف الكيس كويس قوي. انت ممكن تربطيه بحاجة وتحطيه في كذا كيس. انا هنا هعمله كده باللزقة علشان اضمن ان الهواء ما يدخلش جوه الكيس، فان شاء الله الطريقة تعجبكم كده. لو حابة ان انت تحطي في كذا كيس من غير الخطوة دي، ممكن تستغنى عنها. انا بعمل كده علشان ضمان ان شاء الله ان مفيش اي هوا، ولا الفسيخ يطلع ريحة.
زي ما قلت لك انت ممكن تستغني عن الخطوة دي، ان انت بتخرجي الهواء من الكيس وبتحطيه في كذا كيس انت بقى من عندك. زي ما انتوا شايفين كده. كمل كل الكمية ونرجع نشوفها مع بعض. كملت الكمية بنفس الطريقة. كل سمكتين في كيسة، والاتنين بيكونوا خلف يعني، الاتنين عكس بعض. دي الطريقة لو انت حابة يعني ما تعمليش نفس الحركة اللي انا عملتها في الفسيخ. بتحطي الاتنين في كيسة وبتلفي الكيسة عادي خالص، بتخرجي منه الهواء وبتلفيها عادي. معاك الطريقة دي ومعاك الطريقة دي اللي تريحك اعمليها. بلف الكيس كويس قوي كده زي ما انتوا شايفين وبربطه. زي ما انت شايفة. الطريقة دي ماشي ودي ماشي، اللي يريحك في الطريقتين اعمليها. بس اهم حاجة ان انت تدخلي السمكية في كذا كيس، عشان طبعا انتوا عارفين ان الفسيخ بينزل مياه كتير، علشان ان شاء الله نضمن ان المياه دي ما تخرجش مياه. المياه هي اللي بتسوي الفسيخ معانا، انها ما تنزلش كده والسمك ينشف معانا. شايفين بحطه في كذا كيسة. انت بقى على قد ما تقدري حطي في الكيس. هكمل كل الكمية بنفس الطريقة كده. هنظبطهم في الكيس. اخر حاجة حطيت طبعا كل كيسين في كيسة، يعني الكيس فيه سمكتين، حطيت كيسين في كيسة. هلف كويس اوي كده. زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انت حابة تحطي في حافظة، تحطي في اي حاجة، اهم حاجة تقفليها كويس، علشان طبعا انتوا عارفين ان الفسيخ بيعمل ريحة. فانت بتقفلي عليه كويس، وكل يوم بتقلبيه مرة الناحية دي ومرة الناحية دي، علشان كله ياخد سوا واحد. مرة على الجنب ده ومرة على الجنب ده، علشان طبعا كله الملح ياخد في الفسيخ لما تقلبيه كويس. بعد ما خلصت كل الطريقة برضو قفلته كده كويس. دخلنا كمان في اكياس تانية زي ما انتوا شايفين كده. انا معايا حافظة. طبعا انا جبت الحافظة ولقيتها صغيرة على الفسيخ، لانه بسم الله ما شاء الله حجمه كبير. فما هاخدش راحته في الحافظة. انا هحطه في طبق عندي بلبس الطبق كذا كيسة يعني، وكل يوم بنقلبه. اهم حاجة ان انت تجمدي عليه بس في الكياس.
يا رب النهاردة يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتدوسوا لايك علشان بإذن الله يوصل لكم كل فيديوهاتي. وكل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله هنفتح على الفسيخ اول يوم العيد بإذن الله. سلام عليكم.